كابتن احمد، تحياتي ليك وللكابتن حماده المصري طبعا. اهلا كابتن احمد. اهلا بيك وكابتننا الجميل اهلا كابتن احمد. كلنا قبل ما نتكلم على يعني رد فعل كابتن شوبير، بصراحه الناس شايفه ان انت كنت بتحاول تسقط على النادي الاهلي وتقلل منه بذكر اسماء امام اسماء كبيره، يعني هم طبعا ليهم قيمتهم في الغناء الشعبي، ولكن هاني شاكر وعمرو دياب ومعرفش محمد مقابل ان انت سعد الصغير او عباس حموده كلهم ليهم كل التقدير والاحترام. انت بتحاول تقلل من فنانين النادي الاهلي، وايضا عندما ذكرت افلام عادل امام كما قيل لي قلت الحريف والهلفوت اعظم افلامه. انا ما اقدرش اخش نيتك، بس انت لازم تقول للناس. اولا فنان عادل امام واحد من اهم الممثلين في تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون العربي كله. قيمته ومكانته الكبيره. هو اهم فنان. طبعا ان لم يكن من الاهم فهو الاهم، يعني يكن الاهم فهو من الاهم. انت اتكلمت عن شعبان عبد الرحيم وعبد الباسط حموده وكده، انت ما قلتش ليه ايهاب توفيق؟ صحيح. الدكتور ايهاب توفيق. صحيح. وايهاب توفيق ده مش دكتور، دكتور في الموسيقى. دكتور في الموسيقى، لا، ومن اعظم المغنيين كمان الشباب على مر التاريخ، يعني راجل كان ليه شعبيه كبيره وبيدرس في الجامعه. ليه مكانه ومحبوب من الكل، وهو بيقول انه بيشجع النادي الاهلي. ليه ما وقفناش عند دي وقفنا شعبان عبد الرحيم؟ وبعدين ماله شعبان عبد الرحيم؟ هو شعبان عبد الرحيم دلوقتي كخه، مش ده راجل شعبي؟ والنادي الاهلي هو نادي الشعب. يعني الراجل بينتمي لنادي مصر والوطن العربي كله بيحبه، وهو شعبان عبد الرحيم بيستضاف في الوطن العربي كله كمطرب شعبي ليه مكانته وليه جمهوره. وعلى فكره مثلا سعد الصغير من حبه واحترامه وعشقه للنادي الاهلي عمل اغاني للنادي الاهلي. وتم استضافه مطربين وفنانين في الاستوديوهات التحليليه مع احمد شوبير قبل مباريات الاهلي والزمالك، وانت بتحب مين وما بتحبش مين، واللعيب مين صاحبك ومين مين صاحبك. ساعتها كان حلال ودلوقتي بقت حرام، رغم انها اتقالت لان اللعب كان موقوف زي ما حضرتك شفت الصوره اللي عرضتها. كان في لاعب مصاب، يعني مش والماتش شغال رحنا لحاجه عايزين نزغطها للناس نقول لهم خدوها في بطنكم كده ولا بالعافيه، لا، في وقت متوقف في المباراه قلنا المعلومه، لان كان محمد عبد المنصف زوجته اللقاء الخميسي، واتكلمنا عن الكابتن حسن مختار رحمه الله عليه زوج الفنانه القديره رجاء الجداوي، وابتدينا نتكلم عن الفنانين، ومن ضمن الفنانين الهضبه والكينج والامير. انا عايز اقول بس حاجه واحده، وعبد الباسط وسعد الصغير وايهاب توفيق. عايز اقول حاجه واحده بس، عشان برضو انا ببقى يعني والله يا ريت يعني بعد شويه هيكون معايا الكابتن عصام شلتوت، لكن انا عايز اقول حاجه. يعني الكابتن شوبير قال ان النادي الاهلي مظلوم انه بيلعب في مصر. وبالتالي كلمه زي دي يعني ايه؟ يعني مظلوم ليه؟ هو النادي الاهلي نادي مصري، نادي وطني، والزمالك وكل الانديه، فهذه الكلمه قد ايضا تحدث فتنه. ما هو انت يعني النادي الاهلي مظلوم انه بيلعب في مصر ليه؟ ما النادي الاهلي ده نجم مصر ونجم الانديه المصريه. يا كابتن خالد، انت هتدخلني على موضوع الكابتن شوبير. قبل موضوع الكابتن شوبير اسمح لي بس نقطه صغيره اعرج عليها. انت اتقفلت الفيسبوك بتاعك بس الاول؟ لا، انا اتاخد من الهكر. ايه؟ اتاخد اتهكر واتاخد. ايه؟ اتقفل واتفتح؟ اتهكر. تمام، اتفضل. اسمح لي، من شويه انت جبت عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد عبد الوهاب. صحيح. سالته في شويه حاجات وجبت سالته عن احمد الطيب المعلق. قال لك انا اعرف فلان وفلان وفلان، لكن احمد الطيب انا ما سمعتش عنه. اولا هو رجل مجتهد جدا كعضو مجلس اداره في النادي الاهلي، وليه مكانه وليه تاريخ من ناحيه الزمن والدور اللي بيقوم بيه مع النادي الاهلي حسب ما هو موكل ليه داخل منظومه النادي الاهلي. تمام. وده شيء يقدر ويحترم. عشان ما يعرفش احمد الطيب ده شيء مش عايز اقول انه يضيف ليا او يقلل مني، لكن هو بيدين نفسه بان مباريات النادي الاهلي في بطوله افريقيا اللي كانت حصريا على قناه اللي بيعلق عليها فقط في الوطن العربي كله احمد الطيب لسنوات عديده، وهو ما يعرفش. قولوا لي نهائي الترجي يا جماعه. لحظه يا كابتن خالد، معلش انا بقول لهم بس يجيبوا لي نهائي الترجي اللي انت علقت فيه للاهلي. اتفضل. وهو لي احمد الطيب، لا، في مباريات احمد الطيب بس اللي بيعلق عليها، وده راجل مسؤول في النادي الاهلي عن التعاقدات والاتفاقات مع اللاعبين في انديه اخرى، وما يعرفش احمد الطيب اللي بيعلق مباراه حصريه للنادي الاهلي في بطولات افريقيا خاصه غير البطولات المحليه، او اهلي وزمالك في قناه واحده احمد بس اللي بيعلق عليها،
وهو مش رئيس بعثه، يعني مش مسافر، يعني مش سامع وما يعرفش احمد الطيب، يبقى هو عضو مجلس اداره ليس له علاقه بكره القدم. امال ازاي انت بتتفاوض مع وفي الاخر مش عارف احمد الطيب؟ ده ما يقللش ولا يزود من احمد الطيب، ولا يقلل ولا يزود من قيمته من ناحيه ان هو عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، لكن هو اذا كده مش بتاع كوره، مش بتابع كوره، ومع ذلك بيطلع وبينتقد وبيتكلم في الكوره. ده مش موضوع، لكن في النهايه ما يعرفش احمد الطيب يبقى هو مش بتاع كوره، مش مساله ان احمد الطيب كويس ولا وحش، ده موضوع مختلف يعني. موضوع احمد شوبير، لا قبل موضوع احمد شوبير عايز اسالك سؤال. تم اعلان رسميا من قبل قناه النيل الرياضه عن منع الكابتن احمد شوبير ومنع الكابتن احمد الطيب من التعليق على المباريات او تقديم الاستوديو التحليلي حتى نهايه الموسم. معرفش اكيد لما بدر منكم بقى يعني او الردود الافعال اللي حصلت، يعني رايك في هذا القرار؟ من حقهم يعملوا كده طبعا. هم شافوا ان تم اهانه قناه النيل الرياضه من قبل مذيع استوديو رئيسي بيشاهد من خلال الكل، وشافوا ان كلمات احمد شوبير فيها اساءه للاعلام المصري، فيها اساءه للتلفزيون المصري، فيها اساءه لقناه النيل، بيتخطى حدوده كمذيع او موظف في القناه، وبالتالي من حقهم انهم ياخذوا هذا القرار. تم ايقاف احمد الطيب، طبيعي ان ممكن يتم ايقاف احمد الطيب وايقاف احمد شوبير وعمل تحقيق معاهم، ونتيجه التحليل بناء عليها ده صح او ده غلط، ده تلفزيون دوله لازم يحترم، ودي قرارات لازم تقدر، ونشوف مين الغلطان. هو بقى رجع بدري اول ما عرف ان هذا الكلام طلع، قال لك انا مستقيل من اني انا مش هتواجد في قناه النيل. لا، انت توقفت. عايز تقول ان انت اللي مشيت بمزاجك؟ لا، انت تم ايقافك، وما ينفعش واحد يطلع على الهواء يقول يا انا يا فلان. احنا مش في عزبه ولا في نادي فيديو هنا. لو نادي فيديو خاص هقول لصاحب المحل يا انا يا فلان. انت في قناه، انت في دوله فيها 100 مليون، دوله عظيمه. انت ما تسوقش الدنيا زي ما انت عايز. المفروض في مراحل انتهت وعدت خلاص، ما نرجعلهاش لورا تاني. صح. ومفيش مسؤول كبير بيقول على نفسه، وقلنا عليه ان هو من الاعلاميين الكبار، يطلع ينتقد قناته اللي هو فيها اللي هي تلفزيون الدوله، ويقول ان ده نوع من التعصب. انت اللي بتعمل التعصب بهذه الكلمات. مين عمل التعصب لشباب بورسعيد وجماهير بورسعيد مع النادي الاهلي؟ مين عمل التعصب قبل كده لجماهير الالتراس في النادي الاهلي وقال عليهم بتوع مخدرات، وهم معظمهم من خيرة الشباب واحسن الشباب واذكى الشباب واكثر شباب بيحبوا ناديهم وبيخلصوا ليه وبيستلفوا فلوس عشان يسافروا وراه في بلاد ثانيه. مين اللي قال على جماهير الالتراس ان هم بتوع مخدرات؟ ما هو مش هي دي التعصب؟ مش هي دي اللي ممكن تعمل مشاكل ما بين الجماهير والنادي والجماهير والاعلام؟ مش هي دي اللي ممكن تعمل كده؟ هو ده التعصب ولا مش ده؟ مين اللي بعد ما المستشار مرتضى منصور اتصالح مع الاستاذ محمود طاهر او الاستاذ محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، وبعد ما اتصالحوا في الامارات، ثاني يوم راح يتكلم مع عضو مجلس اداره النادي الاهلي ويجيب فيديو للمستشار مرتضى منصور وهو بيشتم في الاستاذ محمود طاهر بعد ما كانوا اتصالحوا قبلها بيوم. انت بتفتح الجرح تاني ليه؟ انا يعني مين بتاع التعصب؟ انت اللي قعدت تسيء للنادي الاهلي ومجلس ادارته والاستاذ محمود طاهر امام الكل، وتجند قناتك بافكارك ومراسليك لادانه النادي الاهلي وادارته لتسقطه، وتعتب على مجدي عبد الغني كابتن النادي الاهلي ونجم مصر انه بيسقف وبيشجع للاستقرار في النادي الاهلي. مين اللي بيعمل التعصب؟ ولما لقيت ان حبالك مع النادي الاهلي اتقطعت تماما وانت داخل على انتخابات، وعرفت ان النادي الاهلي مش هيديك صوته في الانتخابات وهيدي الحماده المصري اللي مترشح قدامك، لازم ترجع للنادي الاهلي. ترجع له بايه؟ انك تعمل انك بطل وعظيم وخايف على الاهلي. من خلال مين؟ من خلال احمد الطيب. دي حاجه مش مقنعه، انت مش مقنع. ممكن تختار حاجه زي كده لو انت مقنع، لكن انت مش مقنع يا اخي، حتى مش ذكي في اختيار انت هتختلف في ايه، او عايز ترجع لحب النادي الاهلي او يقتنعوا بيك في ايه. مش معقول انت ما كنتش كده. ايه اللي وداك لكده وايه اللي خلاك كده؟ ملعون ابو الفلوس يا اخي ولا المناصب اللي تخليك تبقى كده مع حد كان معاك كويس. انا كنت معاك كويس، المفروض ان احنا بينا رصيد محترم. لما تكون كده معايا انا، امال مع غيري بتعمل ايه؟ لان انا اثق في اللي انا بعمله وسلوكياتي معاه. لما اكون انا كده معاك وانت يكون ده رد فعلك، يا اخي امال رد فعلك مع الاخرين ايه؟ عشان تسالني انا موقفي ايه في الاعلام زي ما هو بيسال بعض الناس بحب. طب اقول له احنا كنا بنكون قاعدين 10، 8 مننا يكونوا عايزينك، معناه ان انت ماشي صح. بعدها بسنتين بقول له 8 من ال10 اصبحوا مش عايزينك،
بيروح المدحت شلبي. قال لي ايه؟ قلت له اه. قال لي عشان الاعداد عندي ضعيف. عارف ليه الاعداد عندك ضعيف؟ لان انت مختار معدين النهارده منزلين على الفيسبوك صوره احمد الطيب بشكل الهلفوت وكاتبين عليه الهلفوت. هي دي افكار المساعدين بتوعك، هي دي سلوكيات المساعدين بتوعك والمعدين بتوعك. الولد اللي انت جايبه مساعد ليك منزل صوره لاحمد الطيب وصوره وكاتب عليها الهلفوت. فين التعصب؟ مش ده دراعك اليمين اللي اسمه وليد اللي انت طلعته مذيع على الشاشه في غفله من الزمن؟ هي دي افكارك، هي دي تصرفاتك. لما انت تكون كده في الزمن ده امال بقيه الناس تبقى ايه؟ انت ناسي ان انت المفروض نجم كبير لنادي كبير لجماهير كبيره. الناس دي ما بتفوقش، ما فيش حد بيفوقها. الناس دي لما بتصحى بتفكر في ايه؟ وقبل ما تنام بيفكروا في ايه؟ الدنيا خدتهم ليه بالشكل ده؟ انك تطلع وتسخر قنواتك انك تهاجم حماده المصري اللي المفروض ان هو داخل معاك في منافسه شريفه على نفس المقعد كنائب رئيس الاتحاد، وحماده المصري هو عضو اتحاد كره القدم المصري، رئيس اللجنه المصري، رئيس اللجنه الفنيه. كابتن احمد معلش انا هقطعك، خليك معايا لان لازم نطلع لاذان العشاء.